زي الغاز يخلص من الورشة مثلا، فبدل ما يوقف الإنتاج هنستخدم لحام الكهرباء لحد لما الغاز يجي، ويكونوا شغالين في المصنع أو في المكان اللي أنا شغال فيه على دبليو بي اس سيماو مثلا، على دبليو بي اس فيكاو أجمع، وهو لحم سيماو. فطبعا دي بالنسبة لنا مصيبة، وساعتها تحتاج تدخلك. عدم وجودك في المكان أثناء اللحام مش هيعرفك المعلومة دي، وبالتالي مش هتقدر تاخد الأكشن. وبالتالي لو حضرتك برضو جيت في الآخر شيكت يو تي أو ار اي تي ولقيتها عدت، مش مش هتبقى واخد بالك. والحقيقة إن إحنا من ضمن وظائفنا إن إحنا مش بنحمل حديد فقط، إلا إن إحنا بنحمي أرواح ناس. البايب اللي إحنا بنبقى مسؤولين عن تلحيمه بيمر جواه فلويد، الفلويد ده بيكون غازات أو حتى مية. لو حصل لا قدر الله انفجار في الضغوطات العالية، غالبا في أرواح هتروح. مبنى الستيل اللي حضرتك وحضرتك بنصممه وبنبنيه وبنلحمه، لو لا قدر الله كان في كراك في أي كولوم أو بيم وحصل انهيار، فأكيد هتحصل أرواح كتير هتزهق، والتانكس و فمن باب الأمانة ومن باب المسؤولية إن أنت تأدي وظيفتك كما يجب أن تكون. فوظيفتنا إحنا كما يجب أن تكون بتكون before و during و after. لو أنت استخدمت الأفتر بس وتخليت عن أول جزئين، فلا قدر الله لو حصل أي حاجة فأنت مشارك في هذا العمل. والحوادث كتيرة جدا، والحكايات مفيش أكتر منها. من ضمن الحاجات اللي أنا بشارك عليها during هي الولدر. في بعض الأحيان الولدر واللحامين بيدخلوا يلحموا حاجات هما مش مؤهلين ليها، من باب الغرور أو من باب الاستعجال أو من أي باب هم عايزين يعملوه، أو من باب إن مفيش مهندس واقف. فيبقى مثلا على سبيل المثال معاه لحام مؤهل 1 اف، الاقيه دخل لحم 1 جي، وهو مش لاقي حد يوقفه لان مفيش مهندس واقف معاه. من ضمن الحاجات اللي انا بشيك عليها during welding هي الانتر باس تمبريتشر. والانتر باس تمبريتشر من الفاريبل والبارامتر المهمة جدا اثناء اللحام، لان آه، بتضمن لي الهيت انبوت اللي هيبقى موجود ما يعلاش قوي، بتضمن لي ان مش هيحصل جرين جروس في الماتيريال، بتضمن لي ان مش هيحصل ديستورشن، بتضمن لي ان مش هيحصل تبريد سريع، بتضمن لي حاجات كتير قوي. الانتر باس تمبريتشر برضو بنشيك عليها قبل اللحام ما يبدأ الباص التاني. يعني لو عندي لحم الروت غرز، ما ينفعش اول ما يطلع ادخل انا اشيك على الانتر باس تمبريتشر، مش بتاعتي. انا الانتر باس تمبريتشر بشيك عليها قبل اللحام ما يبدأ مباشرة في الباص التاني. من ضمن الحاجات برضو المهمة جدا هي الويلدنج consumables. لازم تكون according لل WBS، لازم تكون في suitable condition، لازم تكون في الهاندلنج بتاعها مظبوط. ازاي؟ لازم ابقى عارف السلكة اللي هتتسخن والسلكة اللي مش هتتسخن، وطريقة التسخين ازاي. فمثلا لو انا عندي سلكة اي 7018 فدي بتحتاج تسخين، عند الاي 6010 او 7010
فدي مش بتحتاج تسخين، وهكذا. محتاج ان انا اراجع الويلدنج بارامتر زي الكرنت، زي الفولت، زي الترافل سبيد، والحاجات دي مهمة جدا، لان الكهرباء الزايدة والكهرباء الواطية مش على مزاج اللحام. المصنع نفسه بيبقى حاطط لي رينج اشتغل عليه، الرينج ده ما ينفعش ولا ازود ولا انقص فيه. من برضو من المعتقدات الخطأ عند بعض اللحامين ان هو يلحم بكهرباء عالية عشان يزود الديبوزيشن ريت بتاعه فينجز الشغل اسرع. الحقيقة ان الكرنت، الرينج اللي المصنع عمله ما حطهوش هباء. في بعض الاحيان لما بتزود الكرنت عن الرينج المسموح انت بتحرق الفلكس نفسه. الفلكس نفسه اللي فيه اللوينج، اللي بيدي الجوينت الخصائص بتاعتها اللي كانت مسؤولة عن ان هي تعديها في الميكانيكال تيست. وبالتالي انا مضمنش ان الجنطة اللي اتلحمت بكهرباء عالية تعدي ميكانيكال تيست ولا لا، لان انت خرجت بره المسموح بيه من الكارنت رينج عندي. لو انا هلحم روت ران مهم جدا ان انا افاجوال الروت ران قبل ما ابدا الجزء التاني. النظافة شيء مهم جدا، الانتر ران كليننج اثناء البساط. نيجي للافتر ويلدنج. الافتر ويلدنج بعد ما اللحام لحم بكون كاتب جنبه تيبل برقم الجنطة طبقا للولد ماب، وجنبها رقم اللحام بتاعي. وقبل ما اطبق ال NDT ميثود سواء كانت RT ولا UT، فانا بحتاج ان انا فاجوال الشغل. وفاجوال الشغل معناه ان انا اكشف عليه بعيني من العيوب السطحية واطمن ان هو خالي من اي عيب سطحي. ما ينفعش ادخل UT او RT على شغل فيه عيوب وما تفاجئش. محتاج هنا ان انا اشيك على الدايمنشنال سيرفي. وهنا خطأ بيحصل في بعض المصانع او الورش، وهو ان انا بسلم دايمنشن قبل اللحام فقط، وبهمل تماما الجزء الخاص بالتسليم بعد اللحام. وبهمل انه ممكن يحصل ديستورشن، ممكن يحصل سويب، ممكن يحصل كامبر، ممكن يحصل اي ديفليكشن ناتج عن اللحام اوت اوف توليرانس. لو انا بعد اللحام لا قدر الله طلعت ريبير، فانا محتاج اتابع الريبير ده، محتاج اعرف واتابعه بعيني، اشوف هو فعلا الريبير طلع، اتلحم بطريقة صحيحة، اتلحم طبقا ل WBS. لازم اتابع الموضوع كله. وفي اخر الشغلة بعد ما اتلحم وتفاجول وتشيكنا عليه RT ويو تي او UT وعدى تمام مفيهوش ريبير، ساعات بنضغط هيدرو تيست او نيوماتيك تيست. بحتاج ان انا اشيك على العدادات، بحتاج ان انا اتابع عملية ملو الكومبوننت الموجودة معايا وعملية ضغطها. مهارة أخيرة ومهمة جدا بتبروز شغلنا كمهندسين، وهي الدوكيومنتيشن وطريقتك في عمل الريبورتس وتوثيقك لكل خطوة بتعملها، هو ضمان ليك ولشغلك في أي حاجة بتعملها، سواء كانت استلامات أو NDT ريبورتس أو دروينج. لازم كلها تبقى
متجمعة وكولكتد في فايلات انت عارفها وحافظها، بحيث ان انت لو رجعت لها في اي وقت تقدر توصل لها بسهولة. ولو لا قدر الله حصل مشكلة في اي وقت في الموقع او بعد فترة، فتبقى انت عارف الفيدباك بتاعتها. لو حصل فيلير في الجزء الفلاني، فانت عارف ان الجزء الفلاني ده على الويلد ماب كان رقم الويلد دي 200 مثلا. ترجع تشوف الويلد 200 ديت كان مين اللي حامها، استلمتوها امتى، هل كان في ريماركس عليها ولا لا، هل هي كانت معديه ان دي تي ولا لا. طيب لو ما كانتش معديه ان دي تي، اتعمل لها الريبير ولا لا. طب الريبير اللي اتعمل الان دي تي ريبورت بتاع الريبير بقى كان بيقول ايه، وهكذا. طب ده ممكن سؤال؟ اتفضل. أستاذ، أنا عندي جروب التكنس نتاعها